هناك الكثير من المعلومات المتضاربة فيما يتعلق بالتمارين الرياضية، ما يجعل الأمر صعبا في معرفة المعلومات الصحيحة من الخاطئة. لذا مع استعدادك لفصل الصيف بأداء التمارين، عليك معرفة بعض الخرافات الرياضية. الخرافة الأولى: تمارين المعدة كرانش تؤدي إلى الحصول على عضلات معدة مقسمة، لكن ذلك غير صحيح كليا. فالخبراء يقولون إن هذا التمرين ليس الطريقة الأفضل لإبقاء المعدة ممشوقة، لأنها تحرك مجموعة صغيرة فقط من عضلات المعدة، والأفضل هو أداء تمارين تحرك الجذع كاملا. الخرافة الثانية: الجري يؤذي الركبتين، لكن ذلك قد لا يكون صحيحا، إذ أظهرت دراسة من قبل جامعة ستانفورد أن ركب العدائين المسنين ليست أسوأ حالا من ركب الأشخاص غير العدائين، والخبراء ينصحون بتمارين للجسم كاملا بجانب الجري لبناء عضلات تدعم ركبتيك عند الجري. الخرافة الثالثة: المزيد من الوقت في النادي يعني صحة أفضل، لكن الخبراء يقولون إن الأمر لا يتعلق بالساعات التي تمضيها في النادي، وإنما جودة التمارين التي تؤديها. فإذا كنت تتمرن بشدة يوميا فإن ذلك سيمنع عضلاتك من الانتعاش ويمنعك من التطور، لذا فإن أخذ يوم راحة بين أيام التمرين أمر مهم للغاية. ويشير الخبراء بضرورة جعل التمارين قصيرة بشرط أن تكون مكثفة.